باش تكون سليمه وامنه. دورات تقليديه لصالح الفلاحين تهدف الى رفع المردوديه وتحسين اداء الفلاحين. هي هذه سي اون ريكونيسونس بالنسبه مديرية النشاط الاجتماعي باعتبارها قطاع يهتم بالمرأة خاصة المرأة الريفية، نظمت معرض خاص بالمرأة الريفية للتعريف بمنتجاتها على غرار يعني النساء اللي تقوم بالمشاريع. المرأة الريفية أيضا لديها نشاطات مشاريع وقطاع التضامن يهتم بهذه المرأة الريفية ويشجعها. احنا في هذا الإطار تم انطلاق قافلات تحسيسية للنساء الريفيات من أجل التعريف ببرامج الدعم المقدمة من طرف الدولة عن طريق مديرية النشاط الاجتماعي، لا سيما يعني بالبرنامج الجديد الخاص بالأسرة المنتجة. بمناسبة اليوم العالمي للتغذية، تشرفت غرفة التجارة والصناعة الحرة بمشاركة غرفة الفلاحة في هذه التظاهرة، ألا وهي تظاهرة اليوم العالمي للتغذية. وهذه المشاركة تعد دعم للمتعاملين الفلاحين، وكذلك تعد هذه المبادرة لتنمية التغذية السليمة في الوطن. وكذلك نشكر غرفة الفلاحة على هذا التنسيق، وإن شاء الله مبادرات الأيام القادمة القليلة القادمة. الرحمن الرحيم. بخاري امين، مهندس دوله، تعاونيه الحبوب الخضر جفا سيدي بلعباس. بالنسبه لليوم هذا اليوم العالمي للتغذيه مصادف 16 اكتوبر 2025، هذه جانب من مشاركه تعاونيه الحبوب بقول جفا لسيدي بلعباس. المواد اللي متوفره هنا من بقول جفا والبذور. اليوم السيد الوالي اعطى انطلاق حمله الحرث والبذر. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.